الباحثين اتكلموا عن حقيقة ان البنات بيميلوا ان هم يبقوا اقل ثقة واقل احساس بالامان من الصبيان. دكتور روس هاريس شرح بعض الاسباب اللي بتخلي الرجالة يتفوقوا على الستات في الشغل، بالرغم من ان اداء الستات في العمل افضل بكتير جدا من اداء الرجالة. معلش يعني اهم سبب لتفوق الرجالة هو الثقة. غريبة قوي. طب ليه بقى الرجالة بيبقوا واثقين من نفسهم اكتر من الستات؟ طيب، دكتور روس هاريس قال ان في سبب بيولوجي، وهو ان الستات بيبقوا حذرين اكتر وما بيحبوش ياخدوا ريسك او مخاطرة، وده طبعا راجع لطبيعة هرموناتهم. انما عند الرجالة بقى في هرمون الذكورة اللي بيزود من ان هم ياخدوا المخاطرة وما بيقلقوش زي الستات. وفي عالم البيزنس او الشركات اننا نبقى مندفعين اكتر ده مهم جدا، فده بيفيد الرجالة اكتر. في بقى اسباب مجتمعية اتكلم عنها برضو دكتور هاريس، وقال ان في اختلاف كبير جدا في طريقة تربية الاولاد والبنات بشكل عام. بمعنى ان لما الولد بيعلي صوته وهو بيلعب او يتخانق مع اخواته، فالاهل بيعتبروا ان ده شيء عادي، فماما او بابا ما بيقولوش حاجة لما يصدر عن ولد الصوت العالي والحاجات دي. ليه؟ لانه ولد. ففي ضغوطات معينة بقى بتتحط على البنات خصوصا وهم صغيرين. صحيح اننا لازم نربي البنات كبنات، يعني نعلمهم يلبسوا لبس البنات ويتكلموا بصوت هادي، ولكن ما نحرمهمش من حقهم في الانطلاق واللعب والخناق ان لازم الامر. يعني الموضوع محتاج شوية توازن برضو. فاحيانا الضغط ده بيبقى زيادة، بحيث ان الام مثلا ممكن تقول للبنت ايه، ما تعليش صوتك عشان ما حدش يقول عليكي انك زي الولاد، او ما حدش يقول عليكي ان انت مش مؤدبة، او ما تلعبيش لعب الولاد. اللي هو ايه بقى لعب الولاد اصلا؟ جري وتنطيط يعني؟ ده لعب عادي مش لعب ولاد. فطريقة الكلام عن فكرة ان بلاش تعملي ده احسن يقولوا عليكي بتخلي البنات اكثر عرضة انهم يبقوا عايزين يرضوا الناس اكتر، وبالتالي بيتدنى تقديرها لذاتها وثقتها بنفسها للأسف. كمان بقى في فترة المراهقة البنات بيهتموا بشكلهم بشكل عالي جدا، والمشكلة بقى ان البنات بيتنمروا على بعض اصلا، اللي هو بيتنمروا على بعض من ناحية الشكل ومن ناحية كل حاجة، فثقتهم كمان بتهتز في الموضوع ده كتير جدا، نتيجة برضو لشكل التربية في البيت، وهنا اقصد تربية المتنمرين للأسف. ممكن بقى العوامل البيولوجية مع الأفكار المجتمعية، لما كل ده بقى يجتمع مع بعضه بيخلي البنات أكثر شكا في قدراتهم. طيب هل الصبيان ما بيشكوش في قدراتهم مثلا؟ أكيد بيشكوا في قدراتهم، بس ما بيخلوش الشك ده يقف عائق قدامهم. لكن البنات بيشكوا في نفسهم وفي قدراتهم، وبيصدقوا شكوكهم ويتصرفوا كمان على أساسها. طيب اللي يعرفوني ومتابعيني يعرفوا كويس قوي ان انا مش فيمينست، وانا مش شايفه ان البنات مهضوم حقهم ولا حاجه، ولكن البنات من حقهم تماما ان هم يثقوا في نفسهم وقدراتهم اكتر من كده، لان بجد ادائهم افضل بكتير سواء كانوا في الجامعات او المدارس او الشغل او البيت. طيب اصعب فتره في الثقه بالنفس هي فتره المراهقه، يبقى الموضوع ده بجد بجد بيبقى رهيب جدا عند البنات يا حبايبي، ومهما تشجعي فيها وتزقي فيها ما بتتزقش خالص. طيب نعمل ايه بقى علشان نشتغل صح مع بناتنا وفعلا نزود ثقتهم في نفسهم؟ هقولك 5 حاجات تمنعيهم و5 حاجات تعمليهم. طيب هنبتدي الاول بايه اللي نمنعه تماما. اول حاجة هنمنع تماما التقطيم والانتقاد واللوم، خصوصا في الشكل واللبس. عايزة تقولي لها تحسن لبسها، قولي بس من غير هجوم. محدش بيحب يسمع كلام حد بينتقده او بيكلمه بطريقة مهينة. طيب هنمنع ايه تاني؟ هنمنع المقارنات تماما. انا عارفة ان في امهات بيستعملوا المقارنات كنوع من انواع التشجيع والتحفيز، ولكنه للأسف تحفيز سلبي جدا. المقارنات يا جماعة بجد بتهد الشخصية وبتزود شك البنت في نفسها، الموضوع مش ناقص. دايما هتعتبر نفسها اقل من الناس التانية ومش هتشوف نفسها انها كويسة اصلا. تالت حاجة هتمنعيها، ما تقوليلهاش ابدا ما تتدخليش في اللي ما يخصكيش. دي حاجة بتخليها اللي هو طالما الموضوع اتقال قدامها يبقى اكيد يخصها، او اكيد انه مش ممنوع انه يتقال.
رابع حاجة هنمنع اننا نعمل مسؤوليات بدلهم. الرفاهية زيادة عن اللزوم، وانها يبقى دايما متوفر لها كل حاجة، والدلع الزايد او الحماية الزايدة اللي هو انها ما بتقومش من مكانها علشان تعمل حاجة، او بتعتمد على مامي انها تغسل غسيلها او تشيل اطباقها من الأوضة. هنمنع ده تماما. طب هدومها مش نظيفة، هي اللي هتغسلها. هي مش هتشتغل اشغال شقة يعني ولا حاجة، دي هتحط الغسيل في الغسالة وتدوس على الزرار كده بس كده. طيب ما غسلتش غسيلها، خلي هدومها النظيفة تخلص، وهتضطر في وقت زنقة انها تتعلم تعتمد على نفسها. طب هتتكلم بطريقة مش حلوة وتقولك انتي ما غسلتيش هدومي ليه بقى؟ قولي لها حبيبتي انا عارفة انك متضايقة، بس دي مسؤوليتك وانا مش هعملها بالنيابة عنك كده وبس. ولا تزعقي ولا تتعبي في اعصابك ولا اي حاجة، بس كده قولي لها الكلمتين دول. طيب ما بتشيلش الاطباق من اوضتها، اتفقي معاها مقدما ومن دلوقتي ان اوضتها مسؤوليتها، وانها مش هينفع تخرج الاسبوع اللي جاي غير لما اوضتها تتنظف. وما ترجعيش في كلامك. هتتخانق معاكي؟ طبعا اكيد اكيد هتتخانق. معلش اتعاملي بهدوء واثبتي على موقفك، وهي هتتعلم اكيد. ما تعمليش الحاجات بالنيابه عنها ابدا. خامس حاجه هنمنعها هي الحلول الجاهزه. يعني ايه الحلول الجاهزه؟ يعني دلوقتي لما تجيلك بمشكلتها ما تتسرعيش وتديها حل جاهز من عندك اللي هو بناء على خبرتك يعني وكده، ولكن اسمعي لها كويس قوي. اساليها الاول، تفتكري المشكله دي حصلت ليه؟ تفتكري اتخانقتي مع اصحابك ليه؟ طب ايه احساسك؟ ايه احساسهم؟ طب ناويه تعملي ايه؟ تفتكري لو اتعاد نفس الموقف هتتصرفي ازاي؟ اساليها اسئله تعلميها بيها ازاي تفكر، وهي لما تطلع بحل ضيفي بقى من خبرتك ساعتها. خلاص كده عرفنا الحاجات اللي هنمنعها تماما. إليكي سيدتي ال5 حاجات اللي هنعملهم بقى. طيب رقم 1، شبعيها عاطفيا منك، وكمان باباها يشبعها. ده مهم جدا جدا في النقطة دي. يعني تعملي ايه؟ في فرق كبير قوي بين اننا بنحب ولادنا واننا مهتمين بيهم، لان ده اكيد بيحصل، وبين اننا نظهر هذا الاهتمام والحب. يعني احنا كأمهات مظاهر حبنا واهتمامنا ان احنا مهتمين ياكلوا كويس وياكلوا اكل هيلثي، ونهتم بدراستهم وصحتهم، بنقلق عليهم، وعشان كده بنحط قواعد وتعليمات عشان نقلل فرص وقوعهم في الاخطاء. ولكن لإظهار الحب ليهم، او ان هم يوصل لهم فعلا اننا بنحبهم ومهتمين بيهم، لما نسمعهم كويس ولما نهتم بكلامهم وبنقول لهم ايه اللي شفناه منهم كويس، وقد ايه هم اتصرفوا حلو جدا في المواقف المختلفة. انك مثلا تبعتي لها رسالة انك بتحبيها كده من غير مناسبة، ابعتي لها نكتة، قولي لها انك افتكرتي الحاجة اللي تضحك اللي هي قالتها امبارح وقعدتي تضحكي عليها، خرجوا مع بعض، اقعدوا في حتة لذيذة بتحبوها. هي دي الحاجات المظاهر بجد اللي هي هتحس بيها ان انت بتحبيها. تاني حاجة، دايما فكري في قوتها وفي تميزها. قولي لها انها شاطرة جدا في الرسم مثلا، انها تخطط لرحلة، انها تعرف تجيب هدايا حلوة، او انها بتعرف تحسس الضيوف ان هم they are very welcome، او ان هم مرحب بيهم. شايفين التفاصيل الصغيرة الدقيقة دي بتفرق بجد بينكوا وبينهم. تالت حاجة، لما ترفضي حاجة هي عايزاها، مثلا انها تخرج مع صحابها، خدي وقت انك تشرحي لها اسبابك، فكريها بالقيم والقواعد بتاعه البيت. ولو ما عرفتيش تشرحي يبقى انت محتاجه تراجعي نفسك في انت ليه اصلا رفضتي. ممكن يكون رفضك ده مجرد تنفيس لنرفزتك او توترك بس. رابع حاجه، جاوبيها على كل الاسئله اللي بتسالها وما تخافيش. هي هتسالك بخصوص الدين او الالحاد او الانحرافات اللي هي بتشوفها دلوقتي. دوري على اجابات لاسئلتها، ما تسيبيهاش لمخها، ما تسيبيهاش تايهه. ولو انت مثلا مش عارفه، قولي لها انك مش عارفه وانك هتسالي ناس متخصصه، وفعلا اعملي ده قدامها. خليها تشوف احنا بنعمل ايه عشان نوصل لمعلومه صحيحه، خصوصا فيما يخص الدين. ده هيفرق جدا في ثقتها، مش بس في نفسها وفي حسن تصرفها، ولكن هتفرق جدا في ازاي تعيش الحياه بشكل صح. خامس حاجة، سيطري بقى على عصبيتك. العصبية والتوتر بيخلوا مخ بنتك يقفل وتتوتر اكتر، وطبعا ده بيخلي ثقتها بنفسها تقل جدا. قولولي هتعملوا ايه من ال5 حاجات وهتمنعوا ايه من ال5 حاجات.